اوقات كده بيجي علينا وقت ما بنبقاش قادرين ان احنا نتحرك من مكاننا، ملناش نفس نكمل الحياة. بنشوف اليوم عايزين الصبح يجي علشان اليوم يعدي وبالليل يجي وندخل ننام واليوم ينتهي على كده، ونبدأ تاني نعيش في نفس الدوامة كل يوم، لدرجة ان احنا خلاص انا مش قادر ان انا اكمل حياتي. انا نفسي ان يومي يجي وربنا ياخدني من كتر الكركبة الكتير اللي في حياتي اللي انا مش عارفة اتخطاها. النهاردة هحكي لكم حكاية. الحكاية دي زي ناس كتير قوي بتحصل معاها. حكاية بنت صغيرة اسمها سارة. سارة كانت بنت عادية جدا، اتخرجت بتقدير كويس وكانت بتحلم تشتغل وتتجوز ويبقى عندها بيت صغير وحياتها تكون هادية. لكن الحياة بقى كان عندها رأي تاني. بعد ما اتخرجت وبتفوق فضلت سنتين كاملين من غير شغل. كل انترفيو كانت بتخرج منه كانت بتبقى مقتنعة تماما ان هي اقل من اي حد تاني قدم في الانترفيو ده. وبدأت تسمع من الناس اللي حواليها جملة كل الناس غالبا بيسمعوها: اكيد المشكلة فيكي، ما هو مش معقول كل الشركات دي بترفضك وبتقبل ناس تانية غيرك، هما احسن منك في ايه؟ مع الوقت صدقت الجملة دي، ولما اشتغلت اخيرا دخلت مكان كله مقارنة. كل يوم تلاقي حد انجح منها، كل يوم تلاقي حد اجمل منها، حد اذكى منها. فتحت السوشيال ميديا ولقت العالم كله مبسوط، اللي اتجوزت واللي سافرت واللي اشترت عربية واللي بقت مليونيرة وهي عندها 25 سنة. اما هي كانت بتعدي اليوم بالعافية. رجعت تتفرج تاني على فيديوهات تنمية بشرية وتنمية ذاتية. في الأول حست بالأمل، بس بعد شهور لقيت إن كل الفيديوهات بتقول نفس الكلام وبتعيد وبتزيد فيه. مفيش حاجة جديدة. لو مش ناجح دلوقتي يبقى أنت السبب، لو مكتئب غير أفكارك، لو فقير اشتغل أكتر، لو تعبان ابتسم، لو وقعت قوم. كلام كله كده كلام إنشاء ثابت من ده لده لده، كل الناس بتقوله هو هو. طب وبعدين هي هتفضل كده؟ كانت كل يوم بتحاول تبقى النسخة الأفضل منها. جدول وعملت، توكيدات وقالت، تأمل تأملت، تصحى من بدري في الفجر، تشرب مية وعملتها عادة ليها. خلت عندها أهداف كتير علشان تحققها، لكن قلبها من جوه كان مطفي. هي مش حاسة بأي حاجة من الحاجات اللي هي بتعملها دي. بدأت واحدة واحدة تحس إن هي مشروع لازم يتصلح، مش إنسانة. كل يوم بقت بتقيس نفسها: أنا اتطورت النهاردة كام في المية؟ أنا بقيت إيجابية؟ طب بقيت ناجحة؟ طب بقيت قوية؟ والإجابة على كل أسئلتها كانت لأ. كانت حاسة على طول إن هي فاشلة. بدأت تبعد عن أصحابها وترد بعد أسبوع وتقفل الموبايل وتنام كتير، أو أصلا ما تعرفش تنام. الأكل بقى تقيل على قلبها، الكلام بقى تقيل مش قادرة تتكلمه، حتى الضحكة بطلت تطلع من قلبها. وفي يوم من الأيام بصت لنفسها في المراية وقالت: أنا مش عايزة أموت كده، بس أنا مش قادرة أكمل. وفي اللحظة دي افتكرت الفرق الكبير، ان هي مش نفسها ان هي تنتهي، لكن هي نفسها ان الوجع اللي جواها هو اللي ينتهي. وده فرق في ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها منه. بدأت تدور على حلول مختلفة، مش فيديو جديد، مش ازاي تبقى خارق، لكن سألت نفسها سؤال بسيط جدا: انا ليه تعبانة؟ اكتشفت انها من سنين وهي بتحمل نفسها فوق طاقتها. طول عمرها لازم تكون البنت المثالية، البنت اللي لازم تبقى كل الناس بتمدح فيها وبتشكر فيها ومبسوطين جدا بيها. الموظفة المثالية، الابنة المثالية، الصحبة المثالية. ولما تعبت افتكرت ان التعب ده للأسف ضعف. أول مرة اعترفت لحد انها تعبانة كانت بتترعش. افتكرت ان الناس كلها هتحكم عليها، لكن اللي حصل كان العكس. لقيت حد بيسمعها من غير حلول، من غير محاضرات، من غير شدي حيلك، من غير لا انت هتبقي أقوى، لا انت لازم تعملي وتعملي وتعملي. لقت ان في ناس حواليها بيحبوها بجد وقادرين ان هم يسمعوها من غير ما يدوها اي نصايح. بدأت تفهم ان الشفا مش بيبدأ لما نبقى اقوياء، بيبدأ لما نبطل نمثل ان احنا اقوياء. بطلت تجري، بطلت تقارن نفسها بغيرها، بطلت تفتح فيديوهات بعنوان ازاي تبقى مليونير في سنة، ولا ازاي تغير حياتك في 30 يوم. الحياة مش كورس ولا تحدي ولا سباق. ابتدت تعمل حاجات صغيرة جدا: تفتح الشباك، تمشي 10 دقايق، تكلم صحابها، تقرا صفحتين، تصلي، تدعي، تنام بدري. كانت حاجات بسيطة جدا، لكن هي كانت بتجمعها كل يوم وفرقت جدا معاها. بعد شهور الوجع بتاعها كله ما اختفاش، لكن بقت قادرة تستحمله. الفرق بقى كبير جدا. سألت نفسها: هو أنا لازم أبقى ناجحة طول الوقت؟ لأ.
طب لازم ابقى سعيدة كل يوم؟ لا. طب لازم ابقى قوية دايما؟ لا. انا بس محتاجة ان انا ابقى موجودة واكمل النهاردة، بس النهاردة. مش لازم ابص لبكرة، خليني ابدأ اعدي يومي بيومه. اكتشفت ان تنميتها الذاتية لنفسها مش انها تبقى شخص تاني، لكن انها تبطل تكره الشخص اللي هي عليه دلوقتي. اكتشفت ان الرحمة بالنفس مش دلع، لا ده ضرورة. واكتشفت ان النجاح مش عدد الانجازات اللي هي عملتها. ممكن تبقى ناجحة انها خرجت من السرير، انها اكلت، انها ردت على رسالة، انها عاشت يوم زيادة. وبعد سنة بصت لنفسها وقالت انا مبقتش انسانة جديدة، انا رجعت انا الاصلية، وده كان كفاية ليا. ولو انتي بتسمعيني دلوقتي وحاسة انك مش قادرة تكملي، افتكري حاجة واحدة بس: احساسك مهما كان قاسي مش معناه ان مستقبلك انتهى. المشاعر بتتغير والايام بتتغير والانسان بيتغير، حتى لو انتي دلوقتي مش شايفة ده. ولو تعبتي اطلبي المساعدة، انتي مش مهزومة، انتي شجاعة. وما تصدقيش اي حد يقولك انتي لازم تبقي اقوى طول الوقت، ولا انك لو اتكسرتي يبقى ايمانك ضعيف، ولا انك لو احتجتي حد تبقي فاشلة. كلنا بنحتاج لبعض. وفي الاخر يمكن الحياة مش سهلة، لكن ممكن تبقى تستحق، وممكن تلاقي سبب جديد تقومي علشانه، مش مرة واحدة، لكن خطوة ورا خطوة ورا خطوة. طبعا القصة اللي أنا قلتها لكم دلوقتي قصة خيالية، بس بتشرح حال شعور كتير قوي من البنات اللي عايشة معانا دلوقتي، وممكن انتي تكوني واحدة منهم. فحبيت أوصلك المعلومة وإزاي تقدري إن انتي تتعاملي في حياتك كلها من غير ما تلومي نفسك، ومن غير ما تجهدي نفسك، ومن غير ما توصلي لطريق مسدود يخليكي تحسي ان انتي مش قادرة تكملي حياتك. انتي تستاهلي وحياتك تستاهل. حاولي مرة واتنين وتلاتة، حتى لو فشلتي حاولي تاني، هيجيلك اليوم اللي هتنجحي فيه. لو اي واحدة فيكم مرت بالشعور ده وقدرت ان هي تتغلب على مخاوفها وعلى تفكيرها بانها مش قادرة تكمل حياتها، ياريت تكتب لي في الكومنتات هي قدرت تتغلب على ده ازاي، عملت ايه الخطوات بتاعتها، علشان كلنا نستفيد منها، نتعلم من تجربتها ونستفيد منها. لو وصلت معايا لغاية هنا وعجبك الفيديو، تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو علشان بنات كتير غيرك تسمعه، وما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد أول بأول. أشوفكم الحلقة الجاية.